في حاله صدمه شديده، وما خطرش يعني ما خطرش ببالها كاع العائله ديال زوجها باش ولا متخبر، عفوا ماشي متخطر، لا يعني كانت يعني اجابت هي الشاهده، اسمحوا لي نعاودها، اجابت الشاهده وقالت انها كانت في حاله ديال صدمه شديده، وما خبراتش العائله ديال الزوج ديالها بخبر الوفاه، كانت مصدومه وما خبراتهمش، تيقوها ما نتيقوهاش كما بغيتو. ولكن الدفاع او المحامي كيعاود يطرح لها السؤال الاخر، كيقول لها زعما سولها، قال لها بانك مشيتي للدار ديال ديك الخادمه اللي غتجي تجمع الدار، وقال لها شي ساعه معينه، و6 الصباح ولا 7 الصباح مشات، هادشي سمعنا كانت قالتو ديك الساعه زين بالخيار واحد الوقت، قالوا بان مشات عند السيده اللي غتجمع ليها الدار مع 6 الصباح. هذا الهضره اللي تقالت، حنا ما غناخذوش بديك الهضره، غناخذو بالجواب ديال السيده اللي كتقول، يعني اجابت الشاهده انها توجهت عند المسمات فلانه بنت فلانه، واحد السيده واللي كتشتغل عندها في الدار، وطلبت منها اعاده ترتيب المنزل، نظرا لماذا؟ لكون انها كانت بصدد ديال استعداد لحفل الزفاف كما كتعرفوا اللي باقا له 3 ايام. مشات عيطات للسيده باش تقاد ليها الدار لان كاين الزواج. ودابا انا ما فهمتش بلاتي، حتى اللي غايقول لك راه قبل ما يموت الراجل، لا غير اسمعوا. الدفاع المحامي ديال العائله العطور سولها هكذا مكتوبه، وعن السؤال ديال الدفاع اجابت انها طرقت الباب، دقات على الباب ديال الخدامه، طرقات بالباب ديال الخادمه. هادشي كان بعد حضور عناصر الشرطه، يعني تجاو عندها البوليس، عناصر ديال الشرطه جاو عندها ماشي قبل، مشات دقات على السيده بعد ما جاو البوليس. غنقراو كيفاش تكتبات حتى شي واحد الا ما فهمتش انا فهموها له، حيت كاين شي وحدين كيبغيو يمضغوا الهضره بزاف. كيقول لك عن السؤال ديال الدفاع ديال المطالبين بالحق المدني، قال لها ان طرقها لباب الخادمه كان بعد عفوا اسمحوا لي. وعن السؤال ديال الدفاع اجابت هي انها طرقات الباب ديال الخادمه، هادشي كان قالت له بعد حضور عناصر الشرطه وليس على الساعه 6 صباحا، انه ما كان سولها قال لها مشيتي دقيتي عليه مع 6 الصباح، قالت له لا ماشي مع 6 الصباح، تا جاو عندي البوليس، بمعنى ان البوليس قالت لك جاو عندها مع 7 8 ونص شي حاجه بحال هكذا. مزيان هذا الكلام ديالها، وانها رافقت الشرطه على كل حال كذا كذا، هذه الجمله ما عليناش، هذا كلام اخر. انا ملي كنشوف هذا الشيء هذا كنقول ودي زعما سمحوا لي، كتبدا تشوف هذا الشيء. يعني هي تما فين سولوها ثاني على المهراز، هذا الباب نيت فين سولها على المهراز، فاش قالت لهم جاوبتهم قالت لهم بان هي ما كتحملش المهراز ديما معها باستمرار، وانها عادي، وانها سبق لها هشمات الدجاج ديال السياره ديال الهالك بعد ما قضى واحد الليله خارج البيت، ومشات كتقلب عليه وحصلاتو نعس عند مو، حقا طوموبيلتو قدام دار مو. هادشي قلناه قبل وعاودناه. انا فاش كنشوف هادشي كله كنقول ودي كنقارنها، يمكن كنقارنها بالطاليانيه ولا بالصبليونيه ولا بالانجليزيه ولا بالفرنسيه ولا بشي لغه اخرى ولا بالشلحه ولا بالجبليه ولا بالصحراويه ولا بالعربيه، ولا باش ما قارنتيها راه كتعطيك نفس النتيجه. اذا كنا مجتمع حي، مجتمع حي ما كيتظلموش فيه الناس، وما كيسكتوش الناس على الظلم، وما كيغمضوش الناس عينيهم على الظلم. سمحوا لي نفتح واحد القوس ونسدو بسرعه.
كيما اللي وقع في طنجة قبل ايام، هذيك البنت اللي تابعينها هذوك البراش اللي ما مربينش وخدامين كيجروا لها في حوايجها وكيعريو فيها. خليو هذا المشهد اللي شفتو، نشوفوا يعني نركزوا مزيان على ان الشارع عامر، تا واحد ما تدخل، تا لواحد الوقت بان ليا تدخل واحد الشاب على حساب الفيديو اللي شفت انا. لكن هي كتعاود في شي تصريح خرج الا كان اللي منسوب ليها ان زعما داك الشيء راه وقع في واحد البلاصه مسدوده وخرجت زعما لبرا باش الناس يحاميو عليها. بنادم كيدوز كيشوف، وهذا الشيء انا شخصيا لاحظته ملي كنشوف شي واحد كيعتدي على شي واحد ولا كيتكريسها في الزنقه وبنادم كيدوز عادي بحال اللي ما وقع والو. ها باش قلت لكم ديك المره باننا الامور السيئه ملي كتعتاد كتولي توقع ديما، كتولي معتاده صافي، كدوز عادي كتشوفها صافي كتولي تجيك عاديه، ما كتبقاش تجيك غريبه. الا عقلتوا واحد النهار فاش تكلمت على الوقت ديالنا، فاش كان الواحد الا هز معاه شي سلاحه بهاد شي موس ولا شي موس صغير هكذا ولا داك بونقشه كاع في اكبر يعني في اكثر الحالات، كان داك الوقت كانوا كنسمعوا 5 سنين ديال الحبس. مقدرش تهزو هذوك اللي مقطعين اللي زعما وربما الا تبعوه البوليس ولا شي حاجه يقدر يرميه باش ما يشدوش عنده. حتى صبحنا اننا كنشوفوا السيوفه، كنشوفوا الناس كتضرب في وجهها في حنكها دراعها يعاها مستدامه، ولات عاديه، ولاو الناس كيدوزوا عادي. شو كيكريسي كنشوف انا دي فيديو، كنشوف الناس دايزين، حتى واحد ما كيفك، حتى واحد ما كيتدخل. في الوقت اللي انا عقلت في هذا الوقت نيت اللي المرحوم كان باقي الله يمكن خاطب مع السيده او المهم في ذاك الوقيته، وعقلت شفت واحد المنظر وانا صغير وما عمري ما ننساه. باقي عقل البلاصه البقعه الارضيه رتبنات ديك الدنيا ما عمر ما تنسى ليا من بالي. جوج ديال البزنازه في القريه، خطات فين واحد البنت، خطات فين بنت صحه، راه في وسط الحي هادشي ماشي في بلاصه. جات من الرباط هبطات في باب القريه، ديك الساعه كان الطوبيس 27 صفر اللي كيعقلوا، واحد يلاه خرج من الحبس والاخر شادين جنوي وغاديين بها مع النقا من هنا والاخر من هنا وهازين مجاله وغاديين دايزين حدا الحومه ديالنا. كيخرجوا واحد 4 ديال الرجال، كنكم الرجال ماشي الشميت، الرجال كيمشيو يهضروا معاهم، طلقوا البنت كذا من هنا نعلو الشيطان ما بغاوش. كان عقل واحد خينا عنده مصطاج، هذاك اللي شاد ديك البنت واحد الكحل صحيح ومعاه واحد اخر هما جوج. واش عرفتوا بان هذاك المصطاج واحد راجل، المهم ما عقلتش، ممكن يبان لنا راجل يمكن في ديك الساعه في 30 واش حاجه، كنا صغار كان بان لنا بالمصطاج، المهم كيبان لنا كبير ما عرفت. داك خينا شاد ديك البنت ضربوا بواحد النص تهزو رجليه من السما وطاح في الارض، والبنت هربات ودخلت للدار ديال شي ناس كيجيونا، كيعرف ماشي كيجيونا، المهم كيجيو لعندنا الحشمه في الشاقوره نقولوا دار القاديري، الناس من اكادير كيقولوا قاديري. دخلت للدار وعطاوها الجلابه العيالات لبسوها ليها، وجا المقدام والشيخ. ديك الساعه كان باقا الجندار، كانت المقاطعه حدا التيران ديال الكره ديال القريه، الناس كيتابعوني من القريه. مورا مدرسه بنو عوف، الله انا عطيتكم حتى البلاصه، واحد الزنيقه تما. البنت غير هذوك الناس ما فهمتش علاش دخلوها عاود خرجوها، دخلوها وعطاوها جلابه لبسات شي حاجه اخرى وخرجات ودارت زعما وغدا. عرفتي شنو طرا؟ دري كان عقل باقي صغير، تكون 18 شي حاجه بحال، شدها من يديها هربات. دابا هربات تبعوها هادوك، ملي لحقوا عليها الاخر الدري شافهم تالفين باقيين كيدور هك وهك، هو يمشي شدها من يديها ويهرب بها. وكان عقل ديك الشده اللي شدها الولد باش يهرب بها باش يجرها يهربها، واحد جايب هذاك الجنوي عرفتي ضربو وزلق في ذاك الربيع، وداك الجنوي دخل في الارض كامله، وداك الدري زقل على والو وهرب هذيك البنت. هرب هذيك البنت عاد باش جاو المخازنيه، جا القايد، جاو الجدرميه كذا 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 الى اخره، وشدوا واحد من هذوك. ثاني معروف شكون هو، ما عرفتش شدوه لاحقا او لا. اذا ملي كنقارن هذه اللقطه اللي كان فيها بزاف د الريسك، ان غاديين بالجناوه وشادين البنت، وهذوك الناس اللي واقفين الناس ماشي ناس ديال المشاكل وكذا، ولكن ما خلاوش ان هذوك يديروا هذيك الجريمه امام عيون ديال الرجال. في الوقت اللي كنشوفوا غنسد القوس اللي غنشوف مثلا هاد الحالات كيوقعوا،
بحال اللي طرا لهاد البنت ما كيهمناش في حياتها الشخصيه تلبس دبر راسها، غير باش غنشوفوا داكشي كله كيوقع، هذوك البسالات وكيجروا لها في حوايجها وكذا، ديرها بنتك، ديرها اختك، ديرها الغيره، فاقتلوا من لا غيرة له. والشارع كيعج بالبشر، وهاد البراش مهزين لا سلاح لا غيغلبوك لا زعما شي حاجه كبيره، انت واحد مدخل. علاش المجتمع غادي يوصل لهذا الشيء هذا؟ سدوا هذا القوس وكملوا من عندكم نتوما. اذا ملي كنشوفوا، نرجعوا للموضوع ديالنا، ملي كنشوفوا هاد التصريحات، سواء التصريحات اللي سمعتوها صوتا وصوره، سواء التصريحات اللي صرحت بهم امام الناس اللي كيحقوا من هاد، اما عند قضيه التحقيق اما عند الشرطه. على كل حال، كيفاش ان السيده مصدومه وما قدراش تمشي تبلغ الدار ديالهم، وإلا سمعنا العائله اشنو قالت قبل ما يخرج هذا التعليل وقبل ما يتشاف كاع شنو قالت لها ابتسام، وقالوها في الاول كاملين كيقولوا هما، وهذا الشيء راه مصرحين به، ان قالت لهم انا مشيت قضيت الشغال ديالي وغيص الامور ودرت داك الشيء اللي خصني ندير، عاد باش جيت انا نعلمهم. ابار بان ما علماتهمش، هي علمهم واحد السيد اخر من العائله ديال العطور، اعتقد في الامن على كل حال، الجندارم ولا الشرطه ولا شي حاجه، اللي اتصل بهم وقال لهم راه خوكم راه مات. تصور بينهم وبينهم جوج ديور، ولكن خلات هاد الشيء ومشات عند السيده تجيبها باش تجمع ليها الدار. ملي سولها المحامي قالت له ماشي، ما مشيتش مع 6 الصباح، تا جاو الشرطه. بمعنى ملي جاو الشرطه واش قلت لهم تسناو عفاك هنا نمشي نجيب السيده تجمع لي الدار، او مشيتي معاهم